هو انت لو قفلت الداتا والواي فاي ازاي الموبايل لسه ممكن يعرف مكانك؟ الإجابة هي إن الجي بي إس مش محتاج إنترنت عشان يستقبل إشارات الأقمار الصناعية. الجي بي إس هو نظام تحديد مواقع بالأقمار الصناعية، في أقمار بتلف حوالين الأرض وبتبعت إشارات فيها معلومات عن مكان القمر والوقت الدقيق لإرسال الإشارة. الموبايل عنده مستقبل صغير زي راديو متخصص بيلقط الإشارات دي، لكن القمر مش بيقول للموبايل أنت موجود في شارع كذا، هو بيبعت معلومات والموبايل يحسب مكانه بنفسه. طب إزاي؟ الإشارة بتتحرك بسرعة الضوء، فالموبايل يقارن بين وقت إرسال الإشارة ووقت وصولها ويقدر يقدر المسافة بينه وبين القمر. تخيل إن في حد بيضرب جرس بعيد عنك أو في الشقة اللي جنبك، لو عرفت الصوت وصل لك بعد قد إيه ممكن تقدر المسافة تقريبا. الجي بي إس بيعمل حاجة شبه كده لكن باستخدام إشارات راديوية وساعات دقيقة جدا. وطبعا قمر واحد مش كفاية، لو عرفت انك بعيد عن قمر مسافة معينة ممكن تكون موجود في اي نقطة على دايرة كبيرة جدا حوالينه. قمر تاني يضيف دايرة تانية والتقاطع بينهم يقلل الاحتمالات، وقمر تالت يساعد في تحديد المكان على سطح الارض، والهاتف غالبا بيحتاج قمر رابع او اكتر عشان يصحح مشكلة مهمة جدا وهي اختلاف التوقيت بين ساعة القمر وساعة الموبايل. كل ده طبعا بيحصل في جزء صغير جدا من الثانية، لان فرق صغير جدا في الوقت ممكن يعمل خطأ كبير في حساب المسافة. طيب لو الجي بي اس مش محتاج انترنت، ليه الخرائط احيانا ما تشتغلش من غيره؟ ببساطه لان في فرق بين تحديد الموقع وبين خدمه الخرائط. تحديد الموقع هو معرفه احداثياتك انت فين على سطح الارض، اما الخريطه فهي الصوره والطرق واسماء الشوارع والبيانات اللي بتظهر فوق المكان. لو الخريطه متحمله على الجهاز ممكن تشوف مكانك من غير انترنت، لكن لو محتاج تحمل خريطه او تبحث عن مكان او تعرف الزحمه فده غالبا هيحتاج اتصال. وكمان الموبايل مش بيستخدم الاقمار الصناعيه بس، انظمه التشغيل بتجمع بين جي بي اس وابراج الشبكه وشبكات الواي فاي ومستشعرات الحركه. الخدمات دي كلها اسمها خدمات الموقع وهي اوسع من جي بي اس. الانترنت ممكن يساعد في حاجه اسمها الموقع المساعد. الموبايل يستخدم الانترنت عشان يحصل بسرعه على معلومات عن اماكن الاقمار او يعتمد على ابراج قريبه كبدايه. ده بيسرع ظهور المكان، لكنه مش معناه ان الانترنت هو اللي صنع اشاره الجي بي اس. عشان كده لما تقفل الداتا ممكن تحديد المواقع يشتغل لكن ياخد وقت اطول معاك. طيب ليه احيانا المكان دقيق جدا واحيانا لا؟ لو انت في مكان مفتوح والسماء واضحه الاشاره توصل بشكل افضل، لكن داخل مبنى او وسط عمارات عاليه او تحت الارض الاشارات ممكن تضعف او تنعكس. الموبايل كمان محتاج يشوف توزيع مناسب للاقمار في السماء، لو الاقمار كلها ظاهره في نفس الاتجاه الحساب يكون اقل دقه من وجودها موزعه في اتجاهات مختلفه.